السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده بإذن الله هنبدأ مراجعة الوحدة الثانية علوم الصف الخامس الابتدائي الترم الأول. الوحدة الثانية سنة 5 فيها 3 مفاهيم، النهارده بإذن الله هنراجعهم كلهم في فيديو واحد. المفهوم الأول المادة في العالم من حولنا، المفهوم الثاني وصف وقياس المادة، المفهوم الثالث مقارنة التغيرات في المادة. ده بالنسبة للوحدة الثانية. أما الوحدة الأولى فيديوهات المراجعة نزلت على القناة، هسيب لينك فيديوهات مراجعة الوحدة الأولى في أول تعليق مثبت أسفل الفيديو في التعليقات، وهي احتياجات النبات وانتقال الطاقة داخل النظام البيئي والتغيرات في الشبكات الغذائية. النهارده سنة 5 إن شاء الله هنراجع الوحدة الثانية حركة الجسيمات. هنبدأ مع بعض مراجعة المفهوم الأول في الوحدة الثانية وهو المادة في العالم من حولنا. فأول سؤال مهم جدا، ما المقصود بالمادة؟ وإيه هي المادة؟ المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. المادة كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يبقى المادة هي كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. احنا كده يا سنة 5 في المفهوم الأول من الوحدة اللي هو المادة في العالم من حولنا. كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. توجد المادة في 3 حالات: حالة صلبة وحالة سائلة وحالة غازية. لا يعتبر الصوت والضوء مادة لأن كلاهما طاقة، صورة من صور الطاقة الصوتية والطاقة الضوئية. الأكسجين عبارة عن مادة غازية، والصخور مادة صلبة، والماء مادة سائلة. علل: يعتبر الهواء الجوي مادة. احنا شفنا كلمة مادة، ننزل اللي احنا نعرفه عنها كل ما له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يبقى هو بيقول لك يعتبر الهواء الجوي مادة لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ، لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. برضه السنة 5 لو جالي يعتبر القلم مادة هنكتب، لأنه عشان في ناس لما بيجي لها السؤال ده في علل يعتبر الهواء مادة تكتب مادة غازية. هو مش بيقول لك أكمل الهواء ده مادة إيه، ده هو عايز يقول لك ليه أنت قلت على الهواء مادة، لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. لما بنسأل سؤال ونقول علل يعتبر القلم مادة أو الكتاب مادة، بيكتبوا لنا مادة صلبة. هو السؤال علل مش أكمل، هنكتب لأن له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. يوجد نقط في الطبيعة في 3 حالات. الماء، يوجد الماء في الطبيعة في 3 حالات: في الحالة الصلبة وفي الحالة السائلة وفي الحالة الغازية. ما أوجه الشبه بين الماء وبخار الماء والثلج؟ ده الماء حالة سائلة وبخار الماء غازي والثلج صلب. أوجه الشبه بين الثلاثة إن جميعهم بيشتركوا إن هو نفس المادة، نفس المادة اللي هي المية، لكن على هيئة بيختلفوا في الحالة. مثلا هنا حالة صلبة، هنا حالة غازية، هنا حالة سائلة. يبقى جميعهم نفس المادة. يمكن أن تتحول المادة من حالة لحالة أخرى عن طريق التسخين والتبريد. التسخين والتبريد. المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ثابت، أو لها شكل محدد وحجم ثابت. لها شكل ثابت أو محدد وحجم ثابت. طبعا المادة الصلبة أقل قدر من الطاقة. المادة السائلة لها شكل متغير حسب الإناء الذي توضع فيه. شكل المادة السائلة بيتغير حسب الإناء الذي توضع فيه، ولكن لديها حجم ثابت ومحدد. تمام. المادة الغازية لها شكل متغير وحجم متغير، يعني ليس لها شكل محدد أو حجم محدد. المادة الغازية شكلها متغير وحجمها متغير، ليس لها شكل ثابت أو محدد أو حجم محدد. المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ثابت. المادة السائلة لها شكل متغير حسب الإناء الذي توضع فيه وحجم ثابت. طبعا المادة الصلبة أقل قدر من الطاقة. المادة السائلة الطاقة بتاعتها متوسطة، لكن المادة الغازية أكبر وأعلى قدر من الطاقة. المادة الصلبة لا يمكن أن تنسكب، المادة السائلة بتنسكب. تمام. والأسئلة دي تيجي في أسئلة علل.
فلما يقول لك مثلا تنسكب او لا تنسكب ننزل اللي احنا نعرفهم. هنقول مثلا لان الماده صلبه لها شكل ثابت وحجم ثابت، وانا هكتب السؤال ده لانه متكرر كتير. طب الماده السائله تنسكب لان لها شكل متغير حسب الاناء الذي توضع فيه وحجمها ثابت، وهنتكلم برضو على حركه الجسيمات في كل واحده فيهم. هنا في الماده الصلبه الجسيمات متقاربه جدا من بعضها. هنا في السائله يوجد حيز اكبر بين الجسيمات، اما في الماده الغازيه بيوجد حيز كبير جدا بين الجسيمات وبعضها. دي بتتحرك اهتزازية في موضعها. دي بتتحرك يعني مش بحرية تامة، بس هي بتتحرك وبتنزلق فوق بعضها. هنا في المادة الغازية بتتحرك حركة عشوائية وبحرية تامة وكبيرة في جميع الاتجاهات. أكبر قدر من الحرية المادة الغازية. تتكون المادة من جسيمات متناهية في الصغر. المادة تتكون من جسيمات متناهية في الصغر. في حالة حركة مستمرة، جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة يمكن رؤيتها باستخدام الميكروسكوب أو المجهر. الميكروسكوب أو المجهر الإلكتروني. ما المقصود بالجسيمات؟ الجسيمات وحدة البناء. الجسيمات وحدة البناء المادة أكيد، يبقى الجسيمات وحدة بناء المادة. الجسيمات وحدة بناء المادة. الجسيمات متقاربة جدا من بعضها في المادة الصلبة، بينما تتحرك بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات وبحرية تامة في المادة الغازية. تتحرك حرية اهتزازية في موضعها في المادة الصلبة. يبقى جسيمات المادة في حالة حركة مستمرة، حتى المادة الصلبة حركتها اهتزازية في موضعها. بعد كده سنة 5 بيتكلم على قياس الطول. بنستخدم عصا مترية أو شريط القياس. عصا مترية أو شريط القياس. لقياس الوزن بنستخدم الميزان الزنبركي. الميزان الزنبركي لقياس الوزن. لقياس درجة الحرارة نستخدم الترمومتر. ممكن يعكس، ممكن يقولك اذكر استخدام كل من الترمومتر لقياس درجة الحرارة، الميزان الزنبركي لقياس الوزن، عصا مترية وشريط القياس لقياس الطول. النموذج هو، ما المقصود بالنموذج؟ هو نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله، مهم جدا، للشيء الحقيقي الذي يمثله. النموذج نسخة مشابهة تماما للشيء الحقيقي الذي يمثله. طبعا الجسيمات غير مترابطة وغير متماسكة في الحالة الغازية، ومترابطة ومتماسكة جدا في الحالة الصلبة. طيب في روابط أقل شوية من الحالة الصلبة دي السائلة، لكن غير مترابطة وغير متماسكة دي في الحالة الغازية. بعض المواد لا يمكن رؤيتها زي الهواء الجوي، مادة لا يمكن رؤيتها، والجراثيم. تمام. علل. يأخذ الزيت شكل الإناء الذي يوضع فيه. هنكتب لأنه مادة سائلة تنسكب. ونتكلم عن الحجم والشكل. هو بيقول لك يأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه، كما أنه له شكل متغير وحجم ثابت. في طلاب بيكملوا الإجابة ويقولوا لأن الجسيمات بتاعته بتتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة، لأن جسيماته بتتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة أو بترتبط بروابط أقل من المادة الصلبة. فإحنا نكتب لأن الزيت أو المية أو لبن أو أي حاجة هو عطاها لك هنكتب لأنه مادة سائلة. لازم نتأكد إن هي مادة سائلة تنسكب وله شكل متغير وحجم ثابت. ممكن نكمل هنا كده ونكتب لأن جسيماته تتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة، ولأن جسيماته تتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة وتنزلق فوق بعضها. لأن الجسيمات تتحرك
بحرية أكبر من المادة الصلبة وتنزلق وتتدفق فوق بعضها، وتنزلق وتتدفق فوق بعضها. نكتب كل اللي احنا نعرف عن المادة السائلة اللي قصادنا. علل المادة الصلبة لا تنسكب. هنكتب لأن المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم، لأن لها شكل ثابت وحجم ثابت، كما أن جسيماتها مترابطة ومتماسكة ومتقاربة من بعضها، كما أن جسيماتها مترابطة ومتماسكة ومتقاربة جدا من بعضها، فصعب إن هي تنسكب. المادة الصلبة لا تنسكب لأن لها شكل ثابت ولا حجم ثابت، كما أن الجسيمات مترابطة ومتقاربة جدا من بعضها. علل المادة السائلة بتنسكب لأن لها شكل متغير حسب الإناء الذي توضع فيه، وحجم ثابت، لأن لها شكل متغير وحجم ثابت. والجسيمات بتتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة وتنزلق وتتدفق فوق بعضها. الجسيمات في المادة السائلة بتتحرك بحرية أكبر من المادة الصلبة، وفي الغازية بتتحرك بحرية تامة وكبيرة جدا في جميع الاتجاهات. تشترك جميع المواد في أنها تتكون من جسيمات. الجسيمات هي وحدة بناء المادة. وبكده سنة 5 يكون المفهوم الأول المادة في العالم من حولنا احنا كده رجعناه. كده المفهوم الأول يا سنة 5 كده اتراجع الحمد لله. هندخل دلوقتي مع بعض على المفهوم الثاني اللي هو وصف وقياس المادة. بيبدأ المفهوم وصف وقياس المادة. المنزل في البيئة الصحراوية يكون السطح نقط. طبعا الأسطح بتختلف من بيئة الصحراوية والاستوائية والباردة، ولازم أهمية الأسطح دي في حماية المنزل، بتحمينا من الحيوانات، تحمينا من العوامل الجوية، أمطار، رياح، أتربة، بتعزل المنزل عن البيئة المحيطة. تمام. فالأسطح بتاعت المنازل ليها أهمية الحماية من الحيوانات والعوامل الجوية زي الأتربة والرياح والأمطار والثلوج، وبتعزل المنزل عن البيئة المحيطة. ولازم يكون المنزل مصنوع من مادة قوية ومتينة عشان تحمينا. أول منزل ده كده في المفهوم بتاع وصف وقياس المادة. المنزل في البيئة الصحراوية يكون السطح مسطح أو مستوي لتشتيت أشعة الشمس. بيئة صحراوية مسطح أو مستوي لتشتيت أشعة الشمس. لتشتيت أشعة الشمس. ويكون مصنوع من الطين. في البيئة الصحراوية يكون مصنوع من الطين لأنه عازل للحرارة، بيعزل المنزل عن البيئة المحيطة لأنه عازل للحرارة. المنزل في البيئة الاستوائية بيكون مائل لانزلاق الأمطار. يكون مائل لانزلاق الأمطار. ومصنوع من الخشب لأنه عازل للحرارة. لأنه عازل للحرارة. اتفقنا ان السطح لازم يعزل المنزل عن البيئة المحيطة ويحمينا من الحيوانات والأتربة والأمطار والرياح وسقوط الأمطار. المنزل في البيئة الباردة برضو بيكون مائل. يعني في البيئة الاستوائية والباردة شبه بعض، السطح بيكون مائل. هنا في الاستوائية لانزلاق الأمطار، بينما في الباردة لانزلاق الثلوج. وبيكون مصنوع في البيئة الباردة من السيراميك أو المعدن علشان يكون أملس لا تلتصق به الثلوج. هنكتب كده لكي يكون أملس لا تلتصق به الثلوج. المنزل لازم يكون مصنوع من مادة قوية زي السيراميك أو المعدن أو الخشب أو الطين علشان ده يحمينا. طيب الأداة المستخدمة لو غير صح وغلط. يتشابه سطح المنزل في البيئة الصحراوية مع الاستوائية. غلط. ده في الصحراوية مسطح أو مستوي، وفي الاستوائية بيكون مائل.
طب يتشابه السطح في المنزل في البيئة الاستوائية مع البيئة الباردة، هنا مائل وهنا مائل. الأداة المستخدمة لقياس الكتلة، بتتلخبطوا بين الأداة وبين الوحدة. الأداة اللي أنا همسكها وأقيس بيها كتلة الأجسام اللي عندي دي. طالما قلت أداة يبقى حاجة أنا بمسكها، لكن الوحدة ما ينفعش نمسكها. هنا كده الأداة المستخدمة لقياس الكتلة هنكتب طالما جال الأداة وكتلة يبقى الميزان المعتاد أو الميزان ذو الكفتين. الكتلة الميزان المعتاد أو الميزان ذو الكفتين. الأداة المستخدمة لقياس حجم سائل، وعاء القياس، وعاء القياس لقياس حجم سائل، وعاء القياس لقياس حجم سائل. وطالما أداة أنا بمسك وعاء القياس بإيدي يبقى هو أداة. الميزان المعتاد أو ذو الكفتين بمسكهم بإيدي يبقى أداة. الأداة المستخدمة لقياس الكتلة الميزان المعتاد أو الميزان ذو الكفتين. الأداة المستخدمة لقياس حجم سائل، وعاء القياس لقياس حجم سائل، وعاء القياس لقياس حجم سائل. كده سنة 5 احنا كنا متفقين إن الجسيمات لا ترى بالعين المجردة، ولكن ترى باستخدام الميكروسكوب أو المجهر الإلكتروني، بينما العدسة المكبرة بنستخدمها في رؤية حجم الحبيبات. طيب بعد كده بيتكلم ما المقصود بالحجم. الحجم هو عبارة عن مقدار الحيز أو الفراغ الذي تشغله المادة. 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 وحدة قياس الحجم. الوحدة مش الأداة. لو قلنا الأداة بتاعت حجم سائل كنا نكتب وعاء القياس، لكن دي الوحدة لتر ملي لتر سنتيمتر مكعب. لتر ملي لتر سنتيمتر مكعب. لتر ملي لتر سنتيمتر مكعب. الكتلة هي عبارة عن مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. وحدة قياس الكتلة. الوحدة مش الأداة. لو الأداة اللي بمسكها بإيدي كان الميزان المعتاد أو ذو كفتين، لكن هنا وحدة قياس الكتلة الجرام والكيلو جرام. نقط يعادل كتلة مشبك ورق معدني الجرام عشان صغير، بينما نقط لتر من الماء الكيلو جرام. نقط هي مقياس من غير ما تكمل. احنا في حصة الشرح قلنا مقياس تكون درجة الحرارة، أو مدى مقياس لمدى سرعة حركة الجسيمات المكونة للمادة، يبقى دي درجة الحرارة. نقط خاصية تحدد إذا كان الجسم يطفو أم يغوص. دي الكثافة. خاصية تحدد إذا كان الجسم يطفو أم يغوص. علل. يطفو الفلين فوق سطح الماء بينما يغوص الحديد. يطفو الفلين هنكتب لأن الفلين كثافته، لازم نحط كلمة كثافة في الإجابة لسنة 5. لأن الفلين كثافته أقل كثافة من الماء، علشان هو أقل كثافة من الماء لذلك هيطفو الفلين. طب كاتب لك بينما يغوص الحديد، هتكتب بينما الحديد أكبر كثافة من الماء. بينما الحديد أكبر كثافة من الماء. غاز الهيليوم بيستخدم فيه ملء بالونات الاحتفالات ومنطاد الهواء. بالونات الاحتفالات ومنطاد الهواء. ممكن يعكس يقول لك مين اللي بنستخدمه في ملء بالونات الاحتفالات ومنطاد الهواء، يبقى غاز الهيليوم. من خصائصه الفيزيائية أنه أخف وزنا من الهواء. من خصائص غاز الهيليوم الفيزيائية أخف وزنا من الهواء. كثافته أقل كثافة من الهواء لذلك يرتفع إلى أعلى، وبيستخدم في ملء بالونات الاحتفالات ومنطاد الهواء. كثافته أقل كثافة من الهواء.
نذكر بعض الخصائص الكيميائية لغاز الهيليوم: غير سام وغير قابل للاشتعال. غير سام وغير قابل للاشتعال. طيب النحاس، استخدامات النحاس: طبعا النحاس جيد التوصيل للحرارة والكهرباء، وقابليته للتشكيل، يعني قابل للتشكيل لأسلاك رفيعة ومرنة، علشان كده بنستخدمه في صناعة أسلاك الكهرباء. يستخدم النحاس في صناعة أسلاك الكهرباء وفي أواني الطهي. أسلاك الكهرباء وأواني الطهي. أسلاك الكهرباء وأواني الطهي. النحاس قابل للتشكيل لأسلاك رفيعة ومرنة وجيد التوصيل للحرارة والكهرباء. لما يقول لك علل يستخدم النحاس لصناعة أسلاك الكهرباء، هنكتب لأنه قابل للتشكيل لأسلاك رفيعة ومرنة وجيد التوصيل للكهرباء. علل يستخدم النحاس في صناعة أسلاك الكهرباء لأنه جيد التوصيل للكهرباء وقابل للتشكيل لأسلاك رفيعة ومرنة. لأسلاك رفيعة ومرنة. علل يستخدم النحاس في صناعة أواني الطهي لأنه جيد التوصيل للحرارة أو موصل جيد للحرارة. لكن في أسلاك الكهرباء هنكتب موصل للكهرباء. يستخدم النحاس في صناعة، هو جيد التوصيل للحرارة الكهرباء، بيستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء لأنه جيد التوصيل للكهرباء وقابل للتشكيل لأسلاك رفيعة ومرنة أو موصل جيد للكهرباء. وهنا في أواني الطهي موصل جيد للحرارة أو جيد التوصيل للحرارة. طبعا في مواد تنجذب إلى المغناطيس ومواد لا تنجذب إلى المغناطيس. الخشب، الورق، الزجاج لا ينجذب، بينما الحديد بينجذب إلى المغناطيس، والنحاس لا ينجذب، والألمنيوم لا ينجذب. تمام؟ فإحنا عندنا الحديد هو اللي بينجذب إلى المغناطيس. بعد كده سنة 5 بيتكلم على الزجاج. طبعا إحنا عارفين إن الزجاج شفاف يسمح بمرور الضوء. طب بيستخدم في صناعة النظارات الطبية والنوافذ الزجاجية والمصابيح الكهربية والأواني، بس الأواني الزجاجية، والأواني الزجاجية زي البرطمانات. يبقى الزجاج شفاف ويسمح بمرور الضوء. يستخدم في صناعة النظارات الطبية والنوافذ الزجاجية والمصابيح الكهربية والأواني الزجاجية. طبعا الحديد معروف عنه إن هو متين وقوي. يستخدم في صناعة مفكات الكهرباء علشان هو متين وقوي، والمطارق والكباري. يستخدم المطاط يعني مرن ومقاوم للماء. مطاط مرن ومقاوم للماء. يستخدم في صناعة الأحذية الرياضية وكرة السلة والقفازات والإطارات. والقفازات وإطارات السيارات. القفازات وإطارات السيارات. طبعا الزجاج شفاف ويسمح بمرور الضوء. الحديد متين وقوي. المطاط مرن ومقاوم للماء. كده بالنسبة للمفهوم الثاني اللي هو وصف وقياس المادة سنة 5. يبقى كده تاني مفهوم معانا انتهى. هنبدأ في المفهوم الثالث اللي هو التغيرات، مقارنة التغيرات في المادة. كده المفهوم الثاني تمام. ونبدأ في المفهوم الثالث مقارنة التغيرات في المادة. ماذا يحدث للكتلة عند تسخينها أو تبريدها؟ الكتلة لا تتغير. الكتلة مقدار ثابت لا يتغير. الكتلة لا تتغير. درجة نقط التي يبدأ عندها يبقى نقطة التجمد. التي يبدأ عندها تجمد المادة. يبقى نقطة، والتجمد يبقى نقطة التجمد هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها تجمد المادة. تجمد الماء عند نقطة، يعني المية بتتجمد عند 0 درجة مئوية، وغليان الماء عند 100 درجة مئوية. درجة الحرارة التي يبدأ عندها التجمد نقطة التجمد. درجة الحرارة التي يبدأ عندها التجمد نقطة التجمد. عملية الانصهار
هي عملية تحول المادة من الحالة انصهار، يبقى من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. الانصهار عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. طبعا كده اكتساب حرارة، الانصهار يعني بتكتسب حرارة، بتسخن، ارتفاع في الحرارة، فتحولت من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. عملية التجمد عملية تحول المادة من الحالة تجمد، يبقى من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة، من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عشان اتجمدت. وطالما تجمد يبقى بتفقد حرارة، بتنخفض درجة الحرارة، عشان كده اتجمدت. عملية الانصهار عكس عملية التجمد. عملية التبخر عملية تحويل المادة من السائل لغاز. عملية التبخر عملية تحول المادة من الحالة التبخر عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. التكثف من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. عملية تحول المادة من الحالة التكثف من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. الانصهار، التجمد، التبخر والتكثف. الانصهار، التجمد، التبخر والتكثف. عملية التبخر عكس عملية التكثف. طبعا في التبخر يعني اكتساب حرارة وارتفاع درجة الحرارة، فتحولت من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. طيب في عملية التكثف فقدت حرارة، انخفضت درجة الحرارة مرة واحدة، كان بخار طالع أو غاز طالع، مرة واحدة تعرض لتبريد فقد حرارة فتحول إلى قطرات ماء سائلة. الانصهار، التجمد، التبخر، التكثف. بعد كده يا سنة 5 بيتكلم عن المخلوط. المخلوط هو شكل من أشكال المادة يتكون من مادتين أو أكثر. يتكون من مادتين أو أكثر غير متحدتين ويمكن فصلهم. غير متحدتين ويمكن فصلهم. المخلوط شكل من أشكال المادة يتكون من مادتين أو أكثر غير متحدتين ويمكن فصلهم. اذكر مثال لمخلوط مادة صلبة مع مواد صلبة زي المكسرات، زي التوابل، زي الرمال والصخور. مادة سائلة مع مادة صلبة زي الماء والملح، زي الماء والرمل، زي الماء والسكر. مادة غازية زي الهواء الجوي، والهواء الجوي مادة غازية مخلوط من مواد غازية لأنه بيتكون من مجموعة من الغازات. الهواء الجوي مخلوط لأنه بيتكون من مجموعة من الغازات. خواص المخلوط: تحتفظ كل مادة بخصائصها. تحتفظ كل مادة بخصائصها. والمواد احنا كاتبين بيتكون من مادتين او اكثر غير متحدتين ويمكن فصلهم، يبقى من خواصه برضو ان هم المواد بتاعته غير متحدتين ويمكن فصلهم، ولا ينتج عنه مادة جديدة. ولا ينتج عنه مادة جديدة. طبعا مش كل المخاليط انا بقدر اشوفها بالعين المجردة. عندنا مخاليط يمكن رؤيتها زي المكسرات زي الرمل في المية، ومخاليط لا يمكن رؤيتها زي الهواء الجوي. طرق فصل المخاليط: التبخير والترشيح والمغناطيس. طبعا التبخير لفصل مادة صلبة تذوب في الماء زي الملح مع الماء، يبقى فصل مادة صلبة تذوب في الماء مثل الملح والماء. طبعا بالتبخير عند التسخين يتبخر الماء ويتبقى الملح. والترشيح من خلال ورقة الترشيح،
لفصل مادة صلبة لا تذوب في الماء، لفصل مادة صلبة لا تذوب في الماء. مثل، لفصل مادة صلبة لا تذوب في الماء، مثل الرمل مع الماء. طبعا ورقة الترشيح بيتبقى عليها كده الرملة، لكن الماء بيتسرب من خلال ورقة الترشيح. يبقى طرق فصل المخاليط: التبخير والترشيح والمغناطيس، لو في مواد معدنية هتنجذب إلى المغناطيس. التبخير، الترشيح والمغناطيس، التبخير والترشيح والمغناطيس. الملح والمية بالتبخير، الرملة مع المية بالترشيح، ممكن يعكس. المركب يتكون من عنصرين أو أكثر متحدين كيميائيا. المركب ينتج عنه مادة جديدة زي اتحاد الكربون مع الأكسجين، اتحدوا مع بعض، عنصرين اتحدوا مع بعض هيكونوا مركب، هيكونوا مادة جديدة تماما. اتحاد عنصرين أو أكثر وينتج عنه مادة جديدة، كربون مع أكسجين ينتج ثاني أكسيد الكربون. انصهار الثلج تغير فيزيائي. احنا عارفين التغير الفيزيائي تغير في شكل وحجم وحالة المادة ولا ينتج عنه مادة جديدة. لكن التغير الكيميائي تغير في تركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة. يبقى مثلا هنا احنا عندنا في التغير الفيزيائي تغير في شكل وحجم وحالة المادة، تغير في شكل وحجم وحالة المادة ولا ينتج عنه مادة جديدة. لكن بالنسبة للتغير الكيميائي، هو التغير الكيميائي تغير في تركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة. تغير في تركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة. طيب هنا انصهار الثلج تغير فيزيائي، هنقول له لأنه تغير في شكل وحجم وحالة المادة ولا ينتج عنه مادة جديدة. هننزل التعريف: ولا ينتج عنه مادة جديدة. ما هو انصهار الثلج فيزيائي، تجمد المية فيزيائي، تشكيل مثلا الخشب، تشكيل أسلاك من النحاس، ده كله فيزيائي. لف سلك زنبركي فيزيائي، طلاء الخشب، كل ده كده دي تغيرات فيزيائية. تمام. تقطيع الثمار زي الطماطم وكده، دي كده تغيرات فيزيائية عادية. فهنا بيقول لك طلاء الخشب تغير فيزيائي، بينما صدأ الحديد تغير كيميائي. هضم الطعام داخل المعدة، هضم الطعام، انزيمات ومواد كيميائية، تغير كيميائي. قشرة كيميائية حمراء اللون اللي هو صدأ الحديد، اللي هو الصدأ. طبعا والصدأ اتكون ازاي؟ اكسجين اتفاعل مع الحديد عطانا اكسيد الحديد اللي هو صدأ الحديد. قشرة كيميائية حمراء اللون اللي هو الصدأ، وطبعا الصدأ ده تغير كيميائي. ماذا يحدث عند تفاعل الخل مع صودا الخبز؟ تنتج فقاعات، يعني تنتج مادة جديدة من غاز ثاني أكسيد الكربون. يعني بتنتج مادة جديدة، يعني الخل مع صودا الخبز تغير كيميائي. برضو نضج البسكويت تغير كيميائي. انتفاخ العجينة لما ضفنا لها الخميرة ده تغير كيميائي، لأن أول ما ضفت الخميرة حصل فقاعات أدت إلى انتفاخ العجين. دي كده كلها تغيرات كيميائية. جلي البيض كيميائي. تسوس الأسنان كيميائي، لأن خلاص الأسنان كده شكلها هيتغير تماما ومش هينفع ترجع لحالتها الأولانية. الاحتراق تغير كيميائي. هننزل تعريف التغير الكيميائي: لأنه تغير يحدث في تركيب المادة، حدث في تركيب المادة وينتج عنه
مادة جديدة، اللي هو الاحتراق اللي هو يكون الرماد، والرماد ده مادة جديدة. يبقى لو قال لك تغير في تركيب المادة نفسها وينتج عنه مادة جديدة كيميائي، طب تغير لا ينتج عنه مادة جديدة الفيزيائي، يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأصلية في الفيزيائي، لا يمكن إعادتها إلى حالتها الأصلية أو الأولى في الكيميائي. الخل مع صودا الخبز فقاعات يعني نتجت مادة جديدة يعني تغير كيميائي. في كلمتين يا سنة 5 نخلي بالنا منهم، كلمة يكتسب وكلمة يفقد. يكتسب يعني تسخين، يعني لما نسخن المادة مثلا هقول لك تسخين مثلا الثلج ينصهر ويتحول إلى ماء. طب تسخين السائل يتبخر ويتحول إلى بخار ماء. لكن يفقد يعني تبريد. تبريد يعني مثلا أقول لك عندما يفقد الماء درجة حرارته فقد يعني تبريد، والمية أول ما تتبرد هتتحول إلى ثلج. فيكتسب يعني تسخين ويفقد يعني تبريد. كنا بنقول لما بيكتسب حرارة أو بيسخن مع ارتفاع درجة الحرارة سطر للسرعة وسطر للمسافة. تزداد السرعة عند التسخين وتزداد طاقة حركتها وتزداد المسافة بين الجسيمات وتتباعد عن بعضها. لكن بالتبريد تقل السرعة وتقل طاقة الحركة وتقترب الجسيمات من بعضها. تفقد يعني كأنك بتبرد بالظبط، يعني لما تشوف كلمة تفقد احذفها واكتب تبريد. وتكتسب يعني تسخين. طب يا سنة 5 ماذا يحدث عندما يقابل بخار الماء سطح بارد يتكثف على هيئة قطرات ماء؟ وطالما تكثف على هيئة قطرات ماء تقترب الجسيمات من بعضها يعني فقد الطاقة. طيب ماذا يحدث عند وضع قطعة من الثلج في الشمس لفترة طويلة؟ تنصهر قطعة الثلج وتزداد المسافة وتزداد طاقة الحركة وتتباعد الجسيمات عن بعضها.